دي حاجات أساسية بتسهل عليا فترة الدراسة أو الوقت اللي ببقى مضغوطة فيه عموما. بعمل تنظيف عميق للشقة كلها، وأهم حاجة إن أنا بختار حاجات تريحني وتسهل عليا. جربت كل المساحات اللي تتخيلوها وما تتخيلوهاش، ملقتش في حلاوة المساحة التويست دي. رهيبة بجد بجد، مش قادرة اقول لكم. واحلى حاجة فيها ان هي بتنضف كويس جدا، واحلى حاجة بقى ان هي بتتعصر لوحدها، شدة كده بسيطة بتقوم لفة عصرة الفوطة بتاعتها في ثواني. ومعاها فرشة صغيرة كده موجودة في الدراع، بنشدها تشيل كل الوبر والحاجات اللي كانت في الارض. وكمان ينفع استخدمها على الارض ناشفة او الارض مبلولة. عايزة اقول لكم تحفة، بتمص المية، والاحلى من ده كمان ان هي خفيفة جدا، مش تقيلة على الايد، بستخدمها بايد واحدة. كمان حطيت بقى في مية المسح زيت عطري، زيت شجرة الشاي، رهيب. عايزة اقول لكم تحفة. جبت كمان الباكت اللي بيتفتح ويتقفل ده، بيتطبق وما بياخدش اي مساحة. ممكن تستخدموه للمسح او للغسيل او لاي حاجة، وبيتعان ما بياخدش اي مكان. وحبيت اقول لكم على حاجة برضو، انتوا ممكن تشتروا المساحة لوحدها والباكت لوحده، يعني مالهمش علاقة ببعض، بس بصراحة الاتنين مع بعض كومبو خطير. تابعوا الستوريز بقى عشان اقول لكم تفاصيل التفاصيل. بعد ما بخلص مسح الشقة كلها، بفك الفوطة من المساحة وبغسلها بالصابونة بتاعت النعناع بتاع الجرين واي. ولازم صابونة طبيعية يا جماعة، عشان ما ينفعش نستخدم اي كيماويات مع المساحة دي. هاتوهم وانتم مغمضين وما تراجعوش ورايا. باي.